السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين بنعمل معاكم عيش، ولا اروع ولا اجمل من كده، ما شاء الله عليه. طعم وريحة الله اكبر. زي ما انتم شايفين منفوخ معانا، زي ما انتم شايفين ازاي. وهو كل العيش دون بكيلو ربع دقيق. الله اكبر عليه. هنقول لكم دلوقتي المقادير هنقول لكم دلوقتي المقادير وهنشتغل ازاي ونشوف هنعمل ايه مع بعضنا. معانا هنا دلوقتي المقادير. نقول بسم الله. معانا كيلو ربع دقيق. معانا معلقه كبيره خميره فوريه او خميره بيره متوفره في البيت. معلقه سكر كبيره. هنا 50 جرام جبنه، اي نوع جبنه، قريش، فيتا، دومتي، اي نوع جبنه انتوا عايزينها. ومعانا معلقه سمنه بلدي او اي سمنه زي ما تحبوا، او زبده. ومعانا ميه دافيه للعجن. ومعانا نص معلقه ملح هنحطها هنا على الدقيق، عشان خاطر طبعا انتوا عارفين ان الجبنه فيها ملح، فعشان ما نزودهاش ما يبقاش العيش مالح مننا. هنا بنزلنا بشويه ميه دافيه على الخميره وقلبناهم مع السكر وسنهم عشان نتاكد ان الخميره بتاعتنا نشطه وكويسه، وهتطلع معانا العجينه كويسه. ونزلنا هنا بالدقيق في العجينه وبنقلبه مع بعضه. وهننزل بالميه الدافيه شويه بشويه. احنا طبعا ما بنحكمش الميه قد إيه، انتوا عارفين لان كل دقيق في دقيق بياخد ميه اكتر ميه اقل، فالمقدار الميه دون اللي سمكوا العجينه قدامكم. احنا كده بنختبر العجينه، وبعد ما نزلنا بكل حاجه في قلب العجان، الجبنه والسمنه. العين لسه بتقطع معانا. بصوا ما شاء الله، هنا كده كويسه العجينه بتشد معانا ازاي، ومنضفه حله العجان تمام ازاي. كده عرفنا ان العجينه كده اتخبزت كويس واتخدمت كويس. هنا بنقطع العيش معانا زي ما انتم شايفين بالاحجام اللي تعجبكم، كبير صغير براحتكم. وهنا بنفرد العيش اهوت بالنشابه. ما شاء الله كله اهو زي ما انتم شايفينه، كل الكميه دي. الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده العيش معانا. وعارفين يا جماعه، والله العظيم ريحه الخبيث في البيت ولا اروع من كده، وكلها خير. بتحس ان ريحه الخبيث في البيت كلها خير كده، بتجيب بركه. جربوه معانا والله ومش تندموا. هو بياخدش اي حاجه، بياخدش اي وقت معانا خالص. زي ما انتم شايفينه كده يستاهل التجربه فعلا. والله فعلا فعلا يستاهل التجربه. الله اكبر. زي ما انتم شايفين بصوا، تحسوا من كتر ما قبل العيش معاكم. بصي. تحس الرغيف اتفتح من فوق. البخار اللي انتوا شايفينه كان طالع دوت اهو. شوفوا دلوقتي هحط لكم رغيف كمان وهتشوفوه، عشان اوريكم لو العيش لو جه من فوق كده اتفتح من فوق. لو اتفتح من فوق الرغيف فطبيعي مش هيقب معاكم. احنا مجرد ما بنحط في الطاسه، مجرد ما بيشمع معانا بنقلبه الناحيه التانيه على طول. زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا. احنا بندوس على الحته المنفوخه بالسباتولا اللي معانا. بصوا طول ما انتوا بتدوسوا عليه بتنفخ معاكم ازاي. ولو الرغيف اتفتح معاكم زي ما انا بصوا شايفين البخار اللي طالع دون. كده الرغيف اتفتح اهوت. كده احنا قلبناه. حتى لما نقلبه تاني دلوقتي نقولكم منفوخ ازاي بيطلع بخار. لو انتوا ما دوستيش، بصي، لو انتوا ما دوستيش على المعلقه وقفلت الحته المفتوحه دي، الرغيف مش هيقب معاكم. فانتوا دوسوا على الحته المفتوحه معاكم تقب معاكم العيش. ما شاء الله الله اكبر، يطلع معاكم زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. يا رب تكون بس فكرته واصلاكم تمام. وزي ما انتوا، هو بياخدش معانا اي وقت والله. الرغيف ما بياخدش حتى 3 دقايق على النار. بس اهم حاجه ان احنا بنقلبه على الناحيه دي والناحيه دي كم مره، عشان خاطر نتاكد ان العيش استوى. مش مجرد ما تنفخ يبقى كده العيش استوى ابدا، ممكن يكون من جوه لسه فيه عجين. فاحنا بنفضل نقلبه شمال ويمين لحد ما نتاكد ان العيش استوى من بره ومن جوه. وبقى زي الفل كده. والريحه بتاعته يعني والله جربوه وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات ايه، وقولوا لي المقادير دي عامله ايه وطعم ولا اروع من كده. لو عجبكم الصوت يا جماعه ما تنسوش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. احنا كده خلصنا كل الكميه ما شاء الله وتبارك الله. شايفين الكميه قد ايه؟ كل ده من ربع كيلو دقيق. والعيش بصوا ريحه، وبصوا شايفين الله اكبر. عيش كله مفتوح، ما فيش ولا رغيف مقبش فيهم. لو عجبكم وصفتوا ما تنسوش في اللايك والشير.